السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض ملوخيه بالجمبري، انما ايه حكايه وروايه. اول حاجه هنجهز الملوخيه ونقطفها ونغسلها كويس قوي 70 80 مره كده لغايه لما تنزل اي تراب فيها، وبعدين نصفيها كويس قوي من الميه. وبعدين اما بنخرطها بالمخرطه او بنضربها في الكبه لغايه لما بتتفرم كويس. انا عن نفسي بحطها في الفريزر لغايه لما بتتجمد، وبعدين بطلعها على الكبه على طول، وبتطلع خضره وجميله زي ما هتشوفوها، مش بتغمق ولا حاجه طالما ما سيبناش تفك. هنجهز دلوقتي الشوربه. قشرت الجمبري وكان عندي كمان قشر جمبري من قبل كده، كنت شايلاه في الفريزر، فهحطه كله على بعضه في حله، بس طبعا بعد ما غسلته كويس. وبعدين هحط عليه طماطميه و3 اعواد من الحاجات ديت، بقدونس وشبت وكزبره من الخضره اللي انا هخزنها ديت، وعليهم بصله، وهحط عليهم ميه ونسيبهم لما تغلي كده مع بعض وتقطع نفسها حوالي كده تلت ساعه. وبعدين كنت شايله واحده جمبريه كده لوحدها على جنب علشان ازين بيها، بس اكيد هسويها يعني مش هحطها نيه. هجيب كده طاسه وهسخنها وهحطها فيها وحيده يتيمه كده وهشوحها لغايه لما لونها يتغير. نقلب فيها يمين وشمال، شمال ويمين. بعد ما لونها اتغير هحط عليها بق ميه صغير وهغطيها واسيبها لغايه لما تشرب الميه. بعد كده شوحت معاها فص توم، بس شكله كده ما تصورش مش مشكله، المهم ان انا حطيت فص توم، وهحط عليها رشه ملح وفلفل اسود وبس كده، ونخلي الطاسه على جنب علشان نعمل فيها التقليه. ما مش كتر مواعين واغسلي يا ايمي. الشوربه خلاص جهزت، هصفيها واضغط عليها علشان تنزل كل البهريز كده اللي فيها. وبعدين هنجيب راس توم وهندقها كويس قوي، والراس دي مش كتير، على نص كيلو ملوخيه. الملوخيه يعني توم معروفه، وطبعا زهقني عمال ينط يمين وشمال وفوق وتحت، بس بعد معاناه الحمد لله اتفرم. الله، بس بقى مش فاضي. هنحط بقى في حله معلقه كبيره مكلبظه كده من السمنه، وعليها شويه زيت صغيرين علشان السمنه ما تتحرقش، وعليهم الجمبري بعد ما اتغسل طبعا كويس وشلت الخط الرملي بتاعه. عادة انا لما بعمل الملوخيه بالجمبري بعملها بالجمبري الصغير خالص، بس المره دي عملتها بالحجم دوت اللي هو الاكبر شويه علشان يبقى واضح في التصوير بس مش اكتر. سواء الحجم ده او الحجم الصغير بتبقى خطيره. ونشوح بقى الجمبري على نار عاليه لغايه لما لونه يتغير. لازم النار تكون عاليه علشان ما ينزلش ميه، لو نزل ميه وشربها هينشف ويجلد. وبعدين هحط عليه بصله صغيره مبشوره ناعم وبشوحها لغايه لما تدبل كده شويه. وبعدين بحط عليها معلقه صغيره من التوم اللي احنا فرمناه، وبشوح لغايه لما ريحه التوم تطلع. ما نسمحلوش يغير لونه ابدا علشان ما يمررش ويبوظ الخطه. وبعدين نحط عليه طماطمايه مبشوره وملح وفلفل اسود ورشه كزبره بسيطه، ونشوح ونسيبهم كده 5 دقايق على النار لغايه لما الطماطم تتسبك. وبعدين هنحط عليهم الشوربه اللي احنا عملناها. لو حاسين ان كميه الشوربه كتير على الملوخيه بنحط شويه منها، وبعدين بنرجع نزود تاني لو احتاجنا، عادي مفيش مشكله. طلعت بقى الملوخيه وهي متجمده كده، بضغط عليها بايدي علشان تتكسر، وبعدين بحطها في الكبه وهي متجمده، ما ينفعش تفك الا تسود. وبعدين بحطها على الشوربه اللي غلت، نقلبها كده ونهدي النار عليها. ملحوظه مهمه، الملوخيه ما بتغليش وما بتتغطاش، يعني ما ينفعش ان احنا نعلي عليها النار ونسيبها تقعد تغلي، حتى لو النار هاديه برده ما ينفعش تغلي، وبرده وهي على النار ما ينفعش ان هي تتغطى. قبل ما تغلي على طول بنطفي عليها زي اللبن كده بالظبط، بنطفي عليه قبل ما يفور، وبرده في الاخر بيرجع يفور. هنجيب بقى الطاسه اللي احنا عملنا فيها الجمبريه وهنعمل فيها التقليه. هنحط معلقه كبيره برده مكلبظه كده وحلوه من السمنه، وهنحط باقي التوم كله اللي هو تقريبا معلقه كبيره، يعني مش كتير ولا حاجه، ما هي الراس بعد ما تتفرم بتقل كتير. ونشوحه مع بعض لغايه لما ريحته تطلع كده من غير برده ما يغير لونه. التوم ما ينفعش يغير لونه ويغمق علشان ما يتحرقش ويمرر. نفس الكلام برده على الكزبره. حطيت معلقه كبيره ممسوحه من الكزبره الناشفه ونشوحها كده بسيط مع التوم. انا مش بحط الكزبره مع التوم في الاول عشان بتتحرق بسرعه وبتمرر، ونشوح كده التوم مع الكزبره في الاخر حاجه بسيطه ونطفي على طول. نحط بقى التقليه على الملوخيه، وكان نفسي اسمع تش بتاعه التقليه بس ما عملتش ليه مش فاهمه، يمكن الملوخيه كانت بارده، يمكن مش فاكره. جربت اقلبها تاني ونعمل تش برضه مفيش فايده، مع ان كل مره ما بعملها بتعمل تش، جاي يوم التصوير ما تعملش تش كده وتفضحني. ماشي مش مشكله، المهم انها طعمها خطيره خطاره ما حصلتش. انا متاكده ان شاء الله لما تجربوها مش هتبطلوا تعملوها بالطريقه ديت. نحط بقى الجمبريه الحزينه على الوش وبس كده خلاص. كفايه بقى لعب بالملوخيه عشان بردت، والناس اللي مستنيين ياكلوا دولت. لو حبيتوا الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير، واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي، وباي باي.